أن الطريق الصوفي طريق مبتدع ما أنزل الله به من سلطان، فليس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا الأئمة المهديون، وهو أي الطريق الصوفي على درجات متفاوتة، منها ما يوصل إلى الكفر الصريح ومنها ما يوصل إلى الفسق، ومع ذلك فهو يتفاوت تفاوتا كبيرا. ولكني أقول بدلا من أن يتعب الإنسان نفسه في هذا الطريق الصوفي وتصوره والعمل ومصطلحاته، ليتعب نفسه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين والأئمة المهديين حتى يتبين له الحق ويتبعه ويعبد الله على علم وبصيرة. لأن الطريقة الصوفية مبنية إما على جهل الشريعة فتكون عما وضلالا، وإما على إصرار وعناد فتكون استكبارا واستنكافا، وكل ذلك لا يرضاه المسلم في دينه. وإنني أشير بل أنصح أن نتجنب هذه الطريق وأن ننظر إلى الطريق السليم المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه كفاية وهداية، وما سواه من الطرق فإنه ضلال وعماية.